حضرتكم من يا معتقد؟ أنا سنية من المغرب. سنية من المغرب، حياكم الله خدمة، أهلا وسهلا. شكرا يا شيخ، الله يخليك. نعم. أريد أتشيع. ما شاء الله، تريدين تشيعين. كم العمر حضرتكم؟ 36. ما شاء الله، يعني باحثين في الموضوع، مطلعين على المعتقدات. أي والله صار لي مدة وأنا ببحث وبشوف وقريت كثير أشياء. زين، قريتي كثير أشياء. شنو اللي خلاش تبدين بالبحث؟ يا موضوع، يا حادثة الغدير، توحيد الله، شنو السبب اللي بديتي تبحثين؟ والله النقطة الأولى اللي دفعتني للبحث هي مقتل الحسين عليه السلام. مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم، واقعة كربلاء يعني. يعني أنا يوم من الأيام حكيت حكاية، إذا صدقت بهذه الحكاية قولي صدقت، أو تستطيعين تقولين لا مو شرط. أنا أقول للناس، أقول لهم هم لا يريدون الناس يطلعون على حادثة كربلاء، لأن كربلاء راح تجرهم لحادثة صفين، وصفين تجرهم إلى الجمل، صح؟ أي والله حادثة بتوديك الحادثة ثانية فعلا. جميل. يعني زين، سؤال بصراحة، بس أول مرة راح أسأله. يعني هذول الخلفاء صحابة رسول الله علموكم ووصلوا لكم الدين، زوجة النبي مثل عائشة يعني راح تتبرين منها يعني بهالسهولة مثلا؟ يعني شنو القناعة اللي وصلتي إليه وراح تخليك تتبرين من هؤلاء؟ والله العظيم احنا في المغرب، انا بتكلم يعني بصفة خاصة بالمغرب، احنا ما كانوا بيدرسونا هذا الشيء في المدارس، ولا ما كنا بنعرف كتير اشياء على لا مقتل الحسين. لما كنت بتسأل بيقولوا لك اللي قتلوهم الكفار. انا لما طلعت عرفت انه اللي قتلوه كان مقتل سيدنا الحسين على يد يزيد بن معاوية. وهذا الشيء خلاني اني يعني بتوقف تسأل كيف يعني إنه القاتل والمقتول في الجنة. هذا الشيء خلاني يعني عندي شيء بيحير. زين، موقفك من الصحابة كأبو بكر وعمر عائشة شنو صار؟ اللي صار إنه يعني لما الإنسان بيسكت على هذا الشيء اللي صار ابن رسول الله، يعني شيء مو تمام إني أنا يعني أعرف هذا الشيء وأضل ساكتة وأضل لما بتجي سيرة عائشة ولا الصحابة أقول رضي الله عنهم، وأنا عارفة إنه هم عارفين هذا الشيء وهم السبب في إيذاء أهل البيت. ما بعرف. نعم جميل. أنتي تابعتي بثنا يعني؟ صار لك شوي متابعة؟ سي صار لي أيوة صار لي مدة يعني متابعة البث. حضرتكم كتير بثوث يعني بثوث الشيعة، وسألت شيوخ السنة في كتير أشياء ما بيعطوك أجوبة واضحة يعني على الأشياء اللي بتسأليها. بالعكس لما صرت أدخل بثوث الشيعة بيجاوبوك يعني بيوصلوك نقطة الفهم، يعني بيخلوك تفهم كتير أشياء. أنت السؤال اللي بتسألي بيوصلوك الآخر، بيفهموك كل شيء يعني. نعم ما شاء الله. يعني مستعدة خلص تدخلين تحت ولاية أمير المؤمنين، ونحن في ليالي إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طاهر مطهر من كل دنس. طاهر مطهر من كل دنس. وأشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله. وأن فاطمة حجة الله. وأن فاطمة حجة الله. وأن الحسن والحسين إماما. وأن الحسن والحسين إماما. والتسعة المعصومين حجج الله على البرية. والتسعة المعصومين حجج الله على البرية. اللهم إني أتبرأ إليك. اللهم إني أتبرأ
من الشيخين من الشيخين وابنتيهما وابنتيهما وكل من أدخل الحزن كل من أدخل الحزن على قلب مولاتنا فاطمة. على قلب مولاتنا فاطمة. اللهم إني ولي من والى محمد وآل محمد، اللهم إني ولي من والى محمد وآل محمد، وعدوا لمن عاداهم، وعدوا لمن عاداهم، وسلم لمن سالمهم، وسلم لمن سالمهم، وحرب لمن حاربهم، وحرب لمن حاربهم، إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بارك الله فيك، هنيئا لك إن شاء الله في ولاية أمير المؤمنين. هسه مكلفين أنتم بعد تطلعون على سيرة الأئمة بعمق وعلى تراث الأئمة، وأن تؤدون حقوق الأئمة كما نقرأ في دعاء الندبة: اللهم اجعلنا ممن يؤدي حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته. فلان عليك أن تسعين في أداء حقوق أهل البيت. أداء حقوق أهل البيت أن لا يتقدم عنهم شخص، والمتقدم عنهم مارق والمتأخر عنهم زاق. من حقوق أهل البيت زيارة عاشوراء. من حقوق أهل البيت أن لا تشربين شيء من الماء حتى تذكرين أبي عبد الله الحسين. من حقوق أهل البيت على البرية عليهم أفضل الصلاة والسلام أن تسمين بأسماءهم وأن تتبرين من أعدائهم. من حقوق أهل البيت أن تعتقد به إنه إمام حجة الله على البرية. الله يبارك فيك. الله إن شاء الله. شكرا يا شيخ، جزاك الله كل خير. الله يحفظكم بختنا إن شاء الله. مشكورين.